القانون دولة أعراف، فاحنا هنمشي العرف بيقول خد حقك بدراعك، احنا هناخد حقنا بدراعنا. بالعقل والسن بالسن. طب هو العرف اننا نموت ناس زينا مع شرطة مصريين برضه؟ حضرتك برضه اللي ماتوا مننا كانوا مصريين. شيكا كان مصري، مينا دانيال كان مصري، حسيني كان مصري. طب ليه ما نشوفش القضاء يوم 26؟ لا القضاء مش انا مش هستنى حاجه من القضاء الثاني. حضرتك القضاء شفنا منه كتير. القضاء شوف منه كتير قوي في جميع الاحكام اللي اصدرها على قتله الثوار، كلها براءات الحمد لله. مهرجان البراءه للجميع زي ما كانت البراءه للجميع للاستاذ مبارك. وبعدين حاجه برضه لو القضاء ما خدش حقه كان 26 هتعملوا ايه؟ احنا هناخد حقنا من دلوقتي خلاص بدراعنا يا باشا. هي ما فيش حق. وبعدين اقول لك القضاء سنتين، احنا استنى القضاء سنتين، مفيش عدل حصل. وبعدين العدل هنحققه بايدينا. وبعدين اقول لك على حاجه، هم مش هيجيبوا المتهمين في المحاكمه، معنى انه ما يكونش في متهمين. محامي مبتدئ يطعن في الحكم، تعيد المحاكمه من الاول، فمعناها يمين شمال براءه. وبعدين احنا بقالنا سنتين، جاي دلوقتي تقول لي انا عيد تحقيق وفي قضيه جديده. طب ما سنتين في عهد المجلس العسكري، واحد دلوقتي في عهد جديد، في عهد الاخوان، ممكن يعملوا حاجه. قد ايه اخوان مين يا باشا؟ الخيفان المستسلمين. صعب علينا الموضوع ده بصراحه. بس لو انت عايز تسيب حق الناس اللي انت ممكن ما تعرفهمش، فاحنا ما ينفعش نسيب حق اصحابنا اللي ماتوا على ايدينا. بس انت ناوي تضرب كل المولوتوف ده على الشرطه النهارده؟ ان شاء الله اعمل قد 4 مرات كمان. مش على الشرطه بس، مش على الشرطه، مش الشرطه بس، على اي حد عايز ياخد حقه. بس على اي حد مستعد ياخد حقي. انا ما عنديش استعداد ان اخد على قفايا تاني. بس مؤهلات وناس كتير قوي مش شغاله يعني احنا مش شلنا حزب وطني، جالنا الخيفان المستسلمين. فانا ما عنديش استعداد ان انا اسيب حق اصحابي.